ان شاء الله. استاذ ياسير تفضل. استاذ ياسير كلمه لك. استاذ ياسير تحياتي لكم ونشد عندي لكيت بكم بحراره. ياسير استاذ ياسير الكبير الاستاذ المناضل لانه صراحه اعطى ياسير. غادي ندير دابا الكيت انا معك عبر القناه. مرحبا استاذ ياسير المناضل الكبير الغيور الشريف النزيه المدافع على وطنه. بارك الله عليكم وفرحتونا بهذه هذه الجميله والاعلام المغربيه. يوسف احنا نحييكم بدورنا وكنقولوا تمنينا لو خيرك في الله يبقى. صبر. نعم تفضل استاذ ياسير حاول وصل كلامك وحبك. شوف المغاربه متالقين متمسكين والله وننظروا. والله شفنا ياسير ما بغيناش نهودوا الرايه لان ربما كتختتم المكتمت ولكن ما كانت كبيره عندنا وحبك وبغيناك نبقاو معاك هكذا فهمتي. استاذ ياسير شكرا لك على هذه الميزه الخاصه اللي فيك وغيرتك على حبك الوطن. شكرا. من الولايات المتحده الامريكيه حتى انا معكم تما من الولايات المتحده. ياسير معروف. ها هو امينه كل ياسير كولايور. ها هو كلشي كيبغيوك السلام. ياسير ها هو محبوب العالم محبوب المغاربه. ياسير كلشي يسب ياسير ما شاء الله. جواره هاك تكلم يعني هاك تكلم. ها هي سميره ابو نوار. هي السلام عليكم ياسير. اهلا وسهلا. تحياتي خويا. لا سي كمال. كمال تغني لكم تغني لكم. لا انت كمال كاين. زيد واخا. لا داود وحده. حاول نعم حاولي بقاي استاذ. تحياتي باش ندوزو لسميره. هاكي سميره. هو السي كمال تفضل. كمال دور لي السلام عليكم. السلام عليكم سيدي ياسير. تحياتي لكم. سلام كمال ياسير. ديما المغرب. كمال وياسير الله يحفظكم ويطول عمركم. ومن هذا المنبر غنبغي نشكر لاله فاتحه وكارمين وبنتنا نرجس والاخوات كلهم ولي زادمين بنتي امال. تحيه للجميع يا ربي ما ننسى حتى واحد. كلكم هذو اللي كيكبسوا تحياتي لكم. ياسير ما تمنينا تكون معنا. الاسد كمال تحياتي ليك. ونبغي نشكر شكون كارمين وشكون الاخوات كلكم الله يحفظكم. وسيدي احمد صاحب الجراد والغاليه سميتها يا رب قولي لي. انا نسيت على سميتها. جوهره وحفظكم الله جميعا كلكم احبكم بالله. وياسير العز ليك يا ربي الله يرضي عليك الله ينصرك. دقيقه كمال الله يحفظكم. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. اهلا العفريته. علاش ما جيتوش اللايف ديالي؟ درت لايف ديال 3 سوايع وما دخلتوش. جيت عندك ولقيتهم مبلوكيين عندك شي واحد وانا نخرج ونجي عند عبد العزيز. المهم على العموم كنشكركم على المتابعه وحنا دائما وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. عاش المغرب. عاشت المملكه المغربيه. عاشوا المغاربه اينما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب. والصحراء مغربيه والموت للخونه واعداء الوطن. والصحراء مغربيه وان ينصركم الله فلا غالب لكم. تحياتي لكم. تحياتي ليك سيدي ياسير. هل تعلم بان هذوك اللي كانوا ان شاء الله باغيين ما عرفتش شنو يديروا فجاو ما كاملين 7 ناس فهمتي حاجه باش نقولوا جاو فيهم 7 رجال فجاو فيهم 7 اشباه رجال ولكن النصر للمغاربه والحق معنا. الاتحاد الاوروبي البرلمان ديالو في بروكسل حياكم الله الله يرضي عليكم والله يوفقكم وديما الى العلا وديما راه المغاربه كاينين وحاضرين. المناضل هو حر هذا الرجل. تفضل بالكلمه ديالك مع الاخوان في التيك توك. تحياتي كاع المغاربه اينما كنتم. معكم خذ كمال وياسر. معكم السي الوهابي. السلام عليكم. تحياتي لكم جميع ايها المغاربه اينما كنتم داخل او خارج الوطن دائما تحت شعار الله الوطن الملك. تبارك الله عليكم وديما المغرب. برافو لكم. غندوز لك يا الاسد مول الاسد مول السبع اللي كيكون مشجع مع الوطني المغربي مع المنتخب الوطني. معك مول السبع مشجع فريق وطني. الحمد لله كانت واحد الوقفه زوينه وديما المغرب. وكنشكروا اي واحد. الناس فرنسا كنشكرهم كاملين جاو عندنا لبلجيكا واخا الناس ديال بلجيكا ما حضروش بزاف ماشي مشكل. نعاودوا لهم المره الجايه ان شاء الله ونكونوا مجموعين وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. تحياتي.
برافو برافو. ديما مغرب. تحياتي. يا رب. الله يحفظكم. انت شكرا. شكرا. انا معك حبيبتي. الله يطول عمرك الشريفه ديالنا. الله يحفظك. واخا اني جايه. الله يحفظك لاله سميره. الله يحفظكم يا ربي. الله يحفظكم. واجب وعاش سيدنا. نحن فداء للوطن. برافو لكم برافو لكم والله الا تفرج فيكم الا تبارك الله عليكم. الموت وديما عاش الملك وملكنا خط احمر. شكرا حبيبتي. ودائما نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده حتى الموت. والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها والعقبه ان شاء الله. سير الصحراء الشرقيه. سير ولد ركراكي سير وماركينا الهدف. شوف ويا سير وضربات في العريضه ورجعات. حيت البارح ما جاوش هذوك اللي كانوا كيحلوا فامهم. فينا هما؟ ضربات في العريضه ورجعات. صحاب النيه وعاش الملك. ها واحد الشريفتين. عاش الملك وسير. فيكم الخير الكفايه تبارك الله. سير خاصني نغار سياسي. اللهم بارك. واه شو ديال نقول لكم سي كمال البطل ديالنا سي كمال. السي عبد العزيز تحياتي ليك السي عبد العزيز. برافو لكم برافو لكم السي عبد العزيز. ما عندي ما يتسالكم. والله العظيم. بارك الله فيكم الله ينصركم. على هذا التضامن ديالكم وعلى هذه الوحده ديالكم من اجل الوطن ديالكم. نحاولوا غادي ان شاء الله نعيشوا معكم. هذا استاذ مرحبا عارفين بك استاذ. دابا كنقول لك مرحبا خويا دار داركم. حنا ولادكم وخوتكم قبلوا علينا كذلك اذا فرضنا في الجانب ديالكم شي حاجه. هذا الامير تبارك الله فين كاين انت؟ هنا بالاستاذ مرحبا استاذ والله الا قبلونا. الله يحفظك استاذ تبارك الله عليك الحبيب. شكرا استاذ كمال. كمال كمال ياسير ياسير. كمال استاذ ياسير. سي كمال سي ياسير. تحياتي ليك ادم. تحياتي لك ادم. كيفاش كتبتوا هذه الشعبويه غير في التيك توك انتم؟ قولوا لي منين جيتوا لها؟ حنا راه حنا في الواقع ماشي في المواقع. هذا من فضل ربي وياك. والله الا قسموا معنا شويه ديك الوطنيه ديالكم عطاونا شويه منها. حنا بقلوبنا السي عبد العزيز ولو انتم في الواقع حنا بقلوبنا. انا عارف كل واحد. وكنحييكم على هذه الوقفه هذه ديالكم. والله يا وقفه. وكنحييكم على هذه الوقفه مغاربه. والله لو بينتوا على الوطنيه ديالكم وراني مصبوح وانا نتفرج فيكم السي عبد العزيز والمداخلات ديالكم. قبلوا علينا جميعا. اذا فرطنا في شي كلمه تحياتي لكم وبرافو لكم. لا والله الا راه داك الشيء عندكم معتبر ما عندي ما يتسالكم ولو كنا حنا تما ما نعرفوش نديروا هذه الوقفه بحالكم انتم. لا تحياتي لك السي عبد العزيز وراك استاذ وقدوه ديالنا. والله العظيم ما نقدروش نعبروا. لا والله العظيم قلنا تخلنا العبارات والكلمات احنا لسوا ما عنديش كان بين وجوه النيره منوره غادي الاحمر والخضر وبين من ذهب يلبس الاورنج وكانه في معتقل غوانتانامو. الله يطرحهم مساكن. الله كان بين مجموعه من المغاربه وبين 9 رهطين. البارح كان هناك 9 رهطين. حاولوا رقوا شويه. ما كان 9 رهطين والقوا الخطابات والقوا الشعارات قبح الله سعيهم الى يوم. السي عبد العزيز يتهموننا بالعبيد. يتهموننا بالعبيد والعياشه. فها عبد العزيز اسمع. فها عبد العزيز واقف هو قلت المغاربه احرار يضحكون يعبرون عن وطنيتهم فاذا بالاخرين يذهبون متسلسلي الايدي ومسلسلين غادي دايرها. الحريه ما عايشاش هي سيرتها في المواقع وغادي بها هو ما دارها ليه حتى واحد. القلب المغربي له القلب والجسد المغربي له صبغه خاصه. ما تقدروش تصنعوا واحد الحدث لان المغاربه طيبوبه اخلاق تواضع محبه رفق عطف. فين ما جيتوهم الملك ديالنا راه محبوبنا راسنا قلب هو تبارك الله جامعنا. يكون يكون حنا مفرقين يكون مشتين بحالكم. بالعكس خوتي احترموا الملك ديالنا راه احترمونا لان باش الا ما احترمش ملكنا والله ما نبغيكم. تعطيني الذهب تعطيوني ديك الغاز اللي عندكم. الا ما حنا ما خصناش الغاز خصنا داك المحبه لهكا الملك ديالنا. سيدي تفضل ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل سيدي تكلم ان شاء الله. سيدي ان شاء الله حتى هو راه كبير عندكم راه كتعرفوا. تفضل سيدي اسمع ان شاء الله. شوف الا لقيت لنا داك الرايه ديالنا عند عصام. شوف كلم مع الاخوان ان شاء الله. شكرا. سمحوا لي يا استاذ سيدي. بارك الله فيك. واحد 30 ثانيه. شكرا. السلام عليكم الاخوان.
وعليكم السلام، تحياتنا لك سي دريس. المجاهدين ديالنا السياسيين ما شاء الله، وسي كمال لا لا تحياتي سي دريس. ان غران بليزير والله على صدفه. تحياتي لكم وتحياتي للشعب المغربي قاطبه. شوفوا اخوان ديالنا، شوف غادي نقلب الكاميرا، غادي تشوفوا البرلمان اوروبيان. من هنا صدرت ديك التهجمات على المغرب. ما عرفوش كيبان لكم سميتو بلاتي نزول شويه. هو هذا من هذا يعني نحن في قلب بروكسل امام البرلمان الاوروبي اللي صدر منه ذاك التهجمات التعسفيه. وجئنا هنا من قلب بروكسل امام برلمان اوروبا لنقول للاوروبيين والعالم يعني اسمح لي سيد العزيز كتامة اننا جنود مجندون دائما وراء صاحب الجلاله وقضايانا الوطنيه دائما متحدين، وحنا دائما مع جلاله الملك ولا نسمح لاي واحد ان يتدخل في قضايانا الوطنيه، والوطن خط احمر. تحياتي لك سي كمال، تحياتي لك سي ياسير. سي دريس باش تعرف واحد المساله، بان جميع الاتهامات اللي اتهموا بها البلد ديالنا من ذاك المقر فهي فقط من اجل هز الوحده ديال المغاربه والامن ديال المغرب. لكن انتم اليوم بهذه الوقفه ديالكم تماكن امام المقر اثبتتم بانهم لن يستطيعوا ان يفرقوا بيننا، وما غادي يغيروا حتى شي حاجه بديك القرارات العشوائيه ديالهم. لذلك الوحده ديالكم راه عندها تاثير كبير في النفوس ديالهم وفي الافكار ديالهم. كتبينوا لهم بان المغاربه الا بغيتوا تهدوا الملك بانكم كتقوموا بواحد يعني بواحد اتخاذ القرارات ديال حقوق الانسان، فنحن لنا قضاء عادل ولنا ملك حكيم ونحن امه واحده وشعب واحد. يعني هنا كتضربوهم في النفوس ديالهم، ونتمنى من الله هذه القرارات ديالهم يتراجعوا عليها، ما يبقاوش يتخذوها بهذه العشوائيه. ان شاء الله الرحمن الرحيم سنفرض عليهم قراراتنا. احنا اللي كنقرروا، وقضايانا الوطنيه احنا اللي مسؤولين عليها، وحنا بلد المؤسسات وبلد يعني دوله القانون والعدل، ولا نحتاج لدروس اوروبا. ونحن من هنا نقول لاوروبا كامله باننا لا نحتاج لدروسكم، اهتموا بقضاياكم لان لكم ما يكفيكم، وحنا قضايانا قادين بها، قادين يعني نحاربوا العدو كيفما كان من الجن والانس، نحاربوه من اجل قضيتنا الوطنيه. تحياتي السي ياسير والسي كمال، ونحن تحياتنا سي دريس. بارك الله فيك، انتم فخروا لنا والله، ونحن معكم والله. راكم انتم فخر وانتم كتعبروا على الوطنيه ديالكم من قلب الحدث، وحنا معكم بقلوبنا. بارك الله فيكم واعانكم الله. تحياتنا لكم والله نفتخر بكم. والله الان انطلق يعني في الصباح حافله من فرنسا وحافله من هولندا وحافله من المانيا، يعني جاءوا ليقولوا للعالم باننا جنود مجندون وراء صاحب الجلاله، وراء قضايانا يعني مع قضايانا الوطنيه. يعني الوطن خط احمر، ونحن مستعدون بالتضحيه بالمال بالنفيس بالغالي بالنفيس بالاولاد باي حاجه. اي واحد قلب علينا غيلقانا، ودائما الى الامام. وان شاء الله الرحمن الرحيم مازال غادي نتصداو لهم. اي واحد قدر يتجرأ يقيسنا فسنتصدى له بالمرصاد. وشكرا لكم جميعا. كيطلبوا لي الاخوان نطلع شي واحد الا بغيتو باش يشاركنا. مرحبا. وليد بلونكو. عزيز جنافي لكم. نعم. خذ الكلمه بلا ما يجي السي ياسير، خذ الكلمه بلا ما يجي السي عبد العزيز، هو اللي عارف كيطلع على الضيوف ديالو باش ما نطلعش شي واحد يفتك لنا الجو. نشكركم ونقول لكم استمروا، والشتان بين 9 رهطين وبين المغاربه الاحرار. فذلك المكان اللي انتم فيه كان مدنسا بالبارحه ب9 رهطين باناس انما يدل على انهم من 9 رهطين، وكانوا بالعدد 9 رهطين. لا منفعه منهم، لا خير فيهم إلا الضرر. فلا عزاء للحاقدين. وعاش الملك وعاشت المملكة وعاش الشعب وعاش الأحرار. كمال ياسير كمال مغربي وافتخر، مغربي وافتخر، مغربي مشتركة، وهذا مغربي وافتخر، مغربي وافتخر. سميرة ياسير الله يحفظك خويا كمال. معاك تحياتي مغربي، تحياتي.
وعصام ومن لا يعرفوه المجاهد عصام. حيد بين لي ذاك المغرب فكر كمال وياسير. تفضلوا تفضلوا. تفضل. السلام عليكم خويا كمال، مرحبا وسهلا. اهلا سي عصام، تحياتنا سي عصام، لاباس عليك بخير؟ مرحبا وسهلا وشكرا على التشجيعات ديالكم. شكرا لكم، شكرا لكم وتحيه لكم انتم على شكرا لكم على الوقوف ديالكم. لا طلعت عندهم. صافي. هذا الاخ اللي قال ديك الخبيثه اللي دخلت الاتحاد الاوروبي خلات وتصدى لها وتبارك الله. ودابا راه داروا دعوه قضائيه ضده. نعم فهمتي. ولهذا هذا الشيء خاصنا ليه مجالات ولد ياسير، وهذا ومسانده هذا الاخ الوطني الحر اللي هو يعني من الاقاليم الجنوبيه، ودخل يتكلم بانه صحراوي ويستنكر هذا الحضور وهذه الامور اللي يعني يشجعون الخبث على عكس جات المغتصبه خديجه من طرف الرخيص اللي مسمينه يعني هو غالي على النظام الجزائري. والله العظيم يعني استقبلت يعني بواحد البروده اللي امراه مغتصبه، على عكس من تغتصبنا في الوحده الترابيه وكتصيح في السطوحه ديال بوجدور ويعني تمثل انفسها. لان الحمد لله اليوم الحضور كانت واحد النسبه تقريبا 70% من الاقاليم الجنوبيه معنا في هذه الوقفه، فهذا خير دليل. فالمغرب في صحراء والصحراء في مغربها، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه. والله يحفظكم والله يطول عمركم جميعا جميعا جميعا، وشكرا لكم. شكرا اخت سميره، شكرا المغربي وافتخر، شكرا الاخ عصام، وان شاء الله فرصه قادمه. اريد فقط هنا الاخ سمير والاخ كمال يعني نغتنم الفرصه ليقولوا ما قاله الاخ ياسر حينما يطلب الجزائريين، يقول لهم باننا لسنا ضد الشعب الجزائري، ولكن الله يخليكم اخطيونا، راه قضايانا الوطنيه لا تتدخلوا فيها. احنا لا يهمنا قضاياكم الوطنيه، اتركونا وشأننا الداخلي، خليوا الناس يدير المشاكل ديالنا وحدنا. نحن لا نحتاج لاحد حتى يتدخل في اراضينا او في شؤوننا الداخليه. نحن نحب الشعب الجزائري، شريطه ان يحترم يعني مقدساتنا، ونحن اللي هي جلاله الملك دائما نصره الله والوحده الوطنيه والشعب الوطني الشعب المغربي قاطبه يعني لا يعني كله جند مجند وراء صاحب الجلاله من اجل الصحراء المغربيه. يعني اينما يعني طلب صاحب الجلاله فنحن جنود مجندون نلبي الطلب. هنا اتينا الى هنا لان الوطن نادى ولبينا النداء. شكرا اخ ياسير وشكرا سي كمال. تفضل سي ياسير. تحياتي لكم وبارك الله فيكم، والله يثبت لكم العمل اخويا، الله يثبت لكم. امين. شكرا. وهذو هما المغاربه وهذه هي مغربيت، ففرحتونا وكاننا معكم، اقسم بالله وكاننا معكم تمايا ان شاء الله. ونتمنى من الله العلي القدير ان يزيد بارك الله فيك، كنحسوا بها شأنكم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، وهذه دروس لابنائنا ولابناء ابنائنا ان شاء الله الوطنيه. ولا عزاء للظالمين. وسبحان الله كانت وقفه البارح ضد الوطن، ولكن الجميل فيها انهم ذهبوا بسلاسلهم وكانهم لم يستطيعوا ان يتجردوا من افكارهم القبيحه والقديمه. بداو معهم بالسناس سبحان الله، هزين يديهم بالسناس، سلسلوا انفسهم وهم ينادون بالحريه. فكيف تنادي بالحريه وشعورك السلسله؟ قبح الله سعيهم الى يوم الدين. هذا ما نقول. سؤال ولا تحياتي لبو عزيز. تبارك الله. استاذ ياسير، استاذ كمال، سمحوا لنا الا فرطنا في الجانب ديالكم، راه ما نوفيش في الحق ديالكم. انتم راكم كتضلوا الليل ونهار في التيك توك وتدافعوا بطريقتكم وتباركوا باخلاقكم وبرقيكم ومحتواكم الجميل، ونحن عاود كذلك قدر المعرفه المتواضعه اللي كنا في قلب الحدث. والحمد لله نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم اذا قدمنا شي حاجه فيما يخدم الوطن ديالنا. نتمنى ان شاء الله ما نكونوش خانتنا العبارات ولا الكلمات او المهم بالنسبه للوقوف ديال ديك الناس، راه في هذه البلاصه هذه اللي كنتوا واقفين، راه يعني النظره ديال الناس ليكم كلها وكيفاش كيشوفوا ديك المرتزقه اللي غاديين بالسلاسل ديالهم على اساس انهم كانهم عبيد.
راهم عارفينهم بانهم فقط هذوك بيادق. حتى داك البوليس اللي سماو ديك الامن كيقولوا بان هادو بيادق كنستعملوهم ضد بلادهم، وكيتكلموا عليكم كيقولوا بان هادو وطنيين كيتكلموا في صالح بلادهم، وعندهم واحد العقيده، وعندهم واحد القضيه واقفين مع بلادهم عليها. يعني كيشوفوكم من نظره الرجل المغوار، وهما كيشوفوا من نظره الخائن الذي خان وطنه وخان اجداده وخان كل شيء. لذلك افتخروا بانفسكم. انا اعطيكم واحد المعطيات. البارح الوقفه الاحتجاجيه اللي داروا، حنا ما شوف، حنا هذاك لا تنتمي لي كمغربي، انت منعزل عني، ولكن احترمك. انا ما وقع حنا اللي وقفه شفنا ولا ما شفنا. واخا نقول لكم اللي وقع لي في المساء بالليل كنا انا واخ السي عصام داك اللي هو دار كميتو الوقفه، داخلين القهوه ما بينا ما علينا مور العشاء، داخلين ما بينا بقاو عاش الشعب. انا ما عرفتش شكون اللي كيقول عاش الشعب. حنا دائما كيشوفوني عبد العزيز، كنشوف بعض الناس اللي فهمت منعدم الاخلاق التربيه كيقولوا عاش الشعب. حنا ما قلنا عاش الشعب ويحبوا وطني وندافع عليه. واخا نقول لك شويه خرجوا لي هذوك اللي كانوا داروا وقت بدون نسمي الاسماء، وما نسميوش وما نديروش شي حاجه دارنا. غير كنقول لك، قول لي عبد العزيز انت عبيد، انا افتخر ان اكون عبيد ودافع على وطني. انا جنود مجندي، ابن الاصل، ابن العرق، ابن التراب، وشدوني بكل شيء. دوك الناس اللي كتعرفهم بلا ما نسمي حتى واحد شدوني، ولكن احترموني كيفما كنستفزوني بالكلام ديالهم، ما كنعرفوا الكلام ديالهم، ولكن ما بقاش بعدا. الحمد لله عطيتهم الصوره ما ادانا. انا ما بغيتكم، ما كنت سلمت عليكم وبعدتكم. لا يجمعني معكم شيء، يجمعني معكم الاحترام فقط. شوف بعدا التربيه المغربيه وراهم عارفين وراهم متبعين، ولا فهمتي غادي يوصلوا الكلام ديالي. احترمتهم وبعدتهم، ثلاثه تمثلون لي، وما تشرفش معكم بقاو يلعبوا لي بالكلام باش يستفزوني. فهمت؟ انا كعارف هذاك الشيء، راك عارف. وكاين الناس اللي احترموني الحقيقه، كاين الناس اللي احترموني، ولكن عارف اللي غادي يسمع كلامي من الموجه. وكاين اللي احترمني، وكاين ناس اكثر محترم. كاين شي وحدين بغاو يستفزوني بالكلام انت، ولكن انسان الحمد لله تربيه واخلاق على الوطنيه لا تستطيع. فهمت؟ باش نتبرى منهم داك الشيء اللي داروا معايا البارح، واخا كان شويه فيه كلام لا يليق بالمحتوى. تحترمني مغربي خوك، ابن الوطن ديالك، يكون انسان خصك مهما ما اديتكش ما تادينيش. انا ما جيتش اديتك، ما تكلمتش. الحمد لله جي مغربي تاخذ القهوه وانت تقول تستفزني وتداروا عليا 5 ولا 7 بهم ولا 8 بهم. ماشي نقولها لكم، واش غادي التيك توك يتسجل ولا ماشي مشكل. انا نقول لكم عيسى بدا وسي عيسى، ما تجيش عيسى. هو البارح ملي دخلنا القهوه، لا غير البارح دخلنا، البارح قلت البارح ملي دخلنا القهوه تموقع، لا ولا دار لا واخا شعر واحد دقيقه. دار البارح ملي دخلنا القهوه قول بلا ما نطلق غير كلام، فهمت؟ ما نسميو حتى شي واحد. البارح ملي دخلنا القهوه. السلام عليكم، مرحبا وسهلا. السي عصام اللي منظف الوقفه، هو السي عصام البطل الاسد، السي كمال. السي كمال هو اللي منظف الوقفه. افتخر به مغربي بامتياز، مناضل في الواقع. وسهلا. اخوان احنا ما كاين حتى شي حاجه، الامور دازت الحمد لله هنا مزيان. البارح بالنسبه للبارح معايا الاخ عبد العزيز، ما كنا غندخلوا نشربوا اتاي باش بانوا لينا هذوك شويه ماشي هما هذوك. حنا خرجنا نزينا بحالاتنا وما بغينا نجبدوا حتى واحد، وحنا جايين واقفين هنا على ضد البرنامج الاوروبي. حنا ما واقفينش على ضد الاشخاص، حنا ماشي شغلنا. كل واحد دبر راسو، كل واحد عنده الطريقه ديالو باش يتعاملوا، ولكن حنا ضد من هاد البرنامجيين اللي تيتآمروا على البلاد. مازال كاينه مؤامرات هنا، راه كاينه في شهر 7 غادي ينظموا البوليزاريو، مازال تيبتزوا المغرب. ولكن احنا بالدور ديالنا كمجتمع مدني هنايا خصنا نعرفوا نوصلوا لهم الميساج ديالنا بما قضيتنا وقضيه الصحراء المغربيه راه قضيه خط احمر والقضاء ديالنا. وبالنسبه للاخوان، حنا تبارك الله اليوم هنايا راه جايه ال 200 تقريبا، تبارك الله 200 مغربي ومغربيه جاوا من المانيا، جاوا كاع من الدول من اوروبا. تنشكروا الاخوان وتنشكركم انتم اللي شجعتونا، وانتم اللي دعمتونا، وانتم اللي بارطاجيوتوا معنا، وانتم اللي درتوا النداءات ديالنا. ومرحبا وسهلا بكم وتحيه لكم. ها هو الاخ عبد العزيز. انا ما عنديش مع هادشي ديال اللايفات، انا تنخدم في الواقع، المواقع. انا ما تنعيا راه هضرت شويه تنعيا. تحيه لكم وشكرا لكم. مرحبا وسهلا. شوف السي عزيز، شوف راه عزيز جنيف كيطلبك باش تطلعوه. عزيز جنيف واخا، عزيز جنيف. مرحبا سعد. نعم عزيز جنيف، بيدرو سميتو عزيز جوني. مرحبا. الرايه ديال والله حتى انا وحده مشات ليا، صح عليك معليش. استاذ سي عزيز وسي بدر، مرحبا. اسمحوا لنا خوتي الا راه ما كنت نطلع حتى شي واحد، مش ما كنتش نطلع، راك عارف حنا تفضل استاذ سي. اللهم بارك. بدر الله بزاف. سي عزيز. عصام السلام عليكم. مرحبا. الا تعرضتوا لشي واحد
راه انا نساعدك كنقول لكم دابا البارح لا اليوم الحمد لله ما كان حتى شي حاجه البارح شي حاجه شويه بالفم ديالهم في الاتحاد الكلام ديالهم في الاتحاد الاوروبي اي واحد تعرض لكم الناس العائله وجاو من فرنسا سبحان الله العظيم. شوف اخوتي واسمه هذا الاخت برلمانيه معنا مغاربه من فرنسا شافوا الماء في الطريق ويلا وصلوا حنا سالينا. هاد العائله هادو جاو من فرنسا شدوا الطريق وجاو يا سبحان الله. يلا وصلوا شوف ودي ياسر يعني شو هاد المباشرات ديال تيك توك هذا يعني المدى والصدى ديالها اللي حركات الوطنيه اللي موجوده في ولاد الشعب المغربي الله يحفظهم والجاليه المغربيه تؤكد اليوم بان الوطن عايش فينا وواجد وموجود ونحن فداء هذا الوطن العظيم. والله الله الله شكون بالي يا عزيز وسيدي عزيز وانت كي داير الله يعزك الله يحفظكم. كنقول يا سلام المواطن فيك ما بغيناش السبع اليوم وبغينا اليوم ياسر ياخذ سبع. تحياتي ما شاء الله وهذا جميل يعني العائله باش توصل. الاخت سميره شكرا. تحيه للاخت الاخوان ما شاء الله جنود مجندون سي عزيز سي كمال سي بيدرو بيدرو راه معنا الطليان ما شاء الله. تحياتي شوف الوطنيه شوف الناس شافوا التيك توك وشدوا الطوموبيل. شوف الوطنيه نابعه من الاعماق. شوف على هاد الناس الخونه ما غاديش يلقاو بلاصتهم في سميتو ما غاديش يلقاو بلاصتهم في المجتمع المغربي. هاد الناس اللي البارح طلعوا كيتهجموا على السي عبد العزيز وعلى الاخوان ديالنا حنا هادو الشرذمه قليله جدا يعدون على الا جيت تحسبهم لك ما يكملوش 10 ولا 12 في المغرب كامل لا يمثلوا اي شيء. شوف سبحان الله الاخ الكريم كيقدم لنا التمر ان شاء الله كما يقول ياسير ملي تجي نديروا واحده الامم المتحده ياسير كاين شويه ديال الارتباك هنا. اسمح معنا الاخ فلسطيني تفضل قل كلمه اخ فلسطيني. هذه ميكرو هنا معنا اخ فلسطيني هنا. السلام عليكم للشعب المغربي. طبعا أنا فلسطيني من غزة من قطاع غزة. تحياتي لكم جميعا. وأنا كان بموجب أن أحضر من أول اللقاء أو من أول الوقفة هذه اللي هو ضد المشاكل اللي بتصير أو اللي هو البرلمان الأوروبي اللي بيتكلم في أعظم شعب وأكرم شعب على أرض الواقع الأوروبي في الشعب المغربي البطل الحر. وأنا كفلسطيني غزاوي أشهد للشعب المغربي الحر بكرمه وجوده ورجولته وقوته على أرض بلجيكا وهو اللي خلى بلجيكا من ناحية الاقتصاد تصعد. معروف على أرض الواقع يعني المغاربة الآن معروفين ومشهورين من كل أنحاء الاقتصاد سواء بالكافيتريات سواء بالمطاعم سواء بالأسواق الشعبية أو الأسواق اللي متعارف عليها بالمملكة البلجيكية. فخسأ البرلمان المغربي البرلمان الأوروبي لما يجي يتكلم عن الشعب المغربي الحر. فحقيقة قسما بالله لا أبالغ في الشعب المغربي. أنا جيت اليوم أقف مع أخواني وأهلي وأحبابي مثل ما نقول في أخ وفي توأم. المغرب هو التوأم لفلسطين مش الأخ لفلسطين. الشعب المغربي هو التوأم للشعب الفلسطيني. فاحنا نفتخر في هذا الشعب الكريم أو أكرم شعب على أرض أوروبا اللي أنا رأيته. وهذا أي إنسان بيعترف في هذا الموضوع هو الشعب المغربي من ناحية الكرم والجود والاحترام والأخلاق الطيبة. فنقول اليوم كفلسطيني من قطاع غزة أوجه كلمتي للبرلمان الأوروبي أنه ما يجي يتطاول على أسياده اللي طوروا له بلاده. يعني معروفين الشعب المغربي هو اللي ماسك المترو وهو المهندس الأول. إذا وقف المترو هو الشعب المغربي وقف المترو عند البرلمان خاصة في بلجيكا. فليش الغلط والشتم في الشعب الأبي اللي دايما مستقل وفي حاله وما بتدخل في شؤون غيره؟ فرسالتنا اليوم من أمام البرلمان الأوروبي أنه على جميع البرلمان الأوروبي بشكل عام بلجيكا ألمانيا من يتكلم أو من يتطاول على الشعب المغربي الحر عليها أن يكتم نفسه. وإن لم يكتم نفسه فهنا رجال سيجاوبونه بكل ردع وقوة. فكفى بكم التطاول على هذا الشعب الأبي الشعب المغربي الحر. فكل الحب لهذا الشعب الحبيب. وكما قلنا لكم
أنه ليس أخواننا بل هو توأم فلسطين الشعب المغربي والمتعارف عليه، ونحن نحب هذا الشعب الأبي الشعب الكريم. فكل الاحترام والحب لكم فردا، شيوخا، رجالا، نساء، من أشبالكم حتى كبيركم، فكل الحب لكم، ونتشرف بقدومنا حتى نكون مع هذا الشعب الأبي الحر. تحياتي لكل الشعب المغربي، حبكم في القلب متواجد ولن يموت إلا إن شاء الله في آخر قطرة في عمرنا. تحياتي للشعب المغربي. سيدي ولا راك شبعتي؟ ما عندي ماشي شبعت، اش غنقول لكم، حركوا فيا وليدات ديزين يعني بالبيسيكلات ديالهم وقالوا بواحد الحركه لي زوم او فيف لو ماروك. هذه الكلمه والله الى ابناء الجاليه الصغار يعني المغربيه فهذا دليل بان المراه المغربيه ولاده ورده على الحليب ديال بصح. الحليب موجود عندنا حنا، ما كنشدوا عليه كاع الصف، لا في البلاد ولا مع الام يعني راه عامين ديال الرضاعه. الحليب موجود الحمد لله، وعاش سيدي محمد السادس وعشتم ايها الشباب، والله ينصركم والله يحفظكم والله ينصر السلطان ويهدى الوطن. تحياتي لكم. شكرا الاخ الكريم، كلمه طيبه الاخ الفلسطيني. شكرا، نشكرك جيدا. يعني يشهد تريدون الحجه، ها هي الحجه. شاركونا الاخوه الفلسطينيين، جاء الاخوه الشعب الجزائري كان معنا في يعني منذ لحظات، كان معنا الاخ الجزائري ويثبت حبه للشعب المغربي، ونحن ليس بيناتنا حتى شي مشكل. الحمد لله نحب الشعب الجزائري ويحبنا الشعب الجزائري المغربي، ونحب الشعب المغربي ونحب الشعب الجزائري كذلك. نتبادل المحبة والاحترام. نطلب من النظام أن يعيد أوراقه، أن يحترم حق شعبه، ويعني ويوحد هذا يعني الاتحاد المغرب العربي، حتى نبني الحاضر ونبني المستقبل، ويكون العيش الكريم للشعوب، وليس لا غرض لنا في العداوة. تحية كلمة لأخ آخر. لا شكرا، لا غير كملت يعني هنا. بسم الله قول بدل. شكرا. شوف انا اقول واحد الكلمه. هذا من فرنسا جا نعس هنا، راه هذا نعس وبايت عاود اليوم ان شاء الله هنا. بدايه كنشكر. بايت من باريس البارح، بات هنايا في الاوتيل ديالنا. لا الساده سميره، عاود على الساده سميره، انا قلت الاخوان لا ضروري نقولوا ما. اذا شكرا للجميع. شكرا للاخ محوت على الروح المواطنه ديالو. أود أن أشكر جميع الإخوان والأخوات، الأخت سميرة، مجموعة الإخوان، واش نقول لكم، شيوخ الكبار، نساء، رجال، كل المناضلين وكل المناضلات. وكنشكروا الشعوب أيضا الأخرى العربية اللي كانت معنا. فواش نقول لكم، من ناحية الوقفة كانت الحمد لله ناجحة 1000%. جاو ناس من فرنسا، جاو والله العظيم الى جاو ناس من المانيا. اتلجا صبري، باقي الحمد لله، باقي الاخوان كيحبوا هذا الوطن الحبيب وكيحبوا الملك ديالهم طبعا. انا دائما كنشوف بلادي دائما الحمد لله في قمه. انا اقولها وافتخر واعتز. وشفنا مؤخرا الانجاز ديال المنتخب الوطني، هذا ماشي هو موضوعنا. والصوت واضح؟ لا الصوت واضح. كنشكر المنظمين، كنشكر اللي سهروا على هذا بغض النظر شكون اللي نظم. احنا الشكر ديالنا كيمشي طبعا، كان المنظم هو الاولى، وانما كنا منظمين، وهذه مسؤوليه الجميع، كل من شارك من قريب او من بعيد. فالبرلمان الاوروبي قال واحد التصريح اللي هو دخلنا للقضاء ديالنا شويه، يعني هناك بعض الاشياء، وانما حنا الحمد لله المغرب قوي بالدبلوماسيه ديالو، قوي بالوحده ديالو، قوي بالشعب ديالو، وقوي بالملك البلاد، ملك البلاد سيدي محمد نصره الله وايده وسدد خطاه. فالصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، ولدت مغربيه وستبقى مغربيه الى اخر الزمان. شكرا للجميع. شكرا بوحوت. نشكر واحد المساله التي لا نقبلها، لان نعم. في بلد وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. باش ما نكونوا حقانيين، حنايا حنا بلد السلام، باش تعرفوا المغاربه. وما دخلنا العبارات الثلاث ما بديناش غادي نقولها لكم، غادي ان شاء الله. اعذروني، انا سوف ندير لك باش نحاول نسمع معكم. نبداو سلسل. اسمحوا لي، غادي نحاول نقدم واحد الرساله شكر وامتنان. صراحه كتسمعونا الاخوان؟ سمعونا.
غادي خاتني العبارات، وفي البدايه خصني نقولها. اولا اشكر السلطه البلجيكيه على التصريح وعلى اعطينا هذه اليد من اجل ان نكون هناك محتجين من اجل الوحده الترابيه. نشكر السلطات المحليه البلجيكيه وكل من يحتفظ على هذا البلد، لان نحترم البلد الذي نعيش فيه ونحترم قانونه ونحترم مؤسساته وبيئته. نحن كذلك جنود لهذا الوطن من اجل حمايته، من اجل حفاظه على بيئته وعلى حقوقه وعلى نحن مسالمين مغانمين في كل الاوطان. فقط نشكر خانتنا العبارات، ربما تكون رساله شكر وامتنان للسلطه البلجيكيه على تحضيرنا التصريح وعلى قمنا بواحد الدور كاننا مغاربه من اجل وصول الصوت ديالنا، لان البرلمان الاوروبي كانت هناك الوقفه الاحتجاجيه. نشكره على الترخيص وعلى اعطاء لنا هذه الفرصه واعطانا هذا المجال للتعبير والتوضيح وكشف واحد السياسه ربما تريد تدنيس الاوطان ديالنا، تدنيس الثوابت ديالنا، تدنيس القضاء ديالنا، تدنيس الوحده الترابيه ديالنا. فنحن معبرين باريحيه وبسلم وسلام وامان واستقرار، لان هذه باش ما ندخلناش العبارات ربما لم نتذكر، ولكن الحمد لله تذكرت في الاخير كي تبقى رساله للسلطه البلجيكيه ولكل دول العالم، لان المغاربه لا نؤذي احدا. نحن لا نؤذي احدا ولا نمس احدا، بالعكس نحترم ونحارب الارهاب ونحارب الفتن ونحارب كل من يمس سميتو بالاجساد او بالارواح. نحن نريد السلام والامان في كل البلدان العالم. هكذا المغرب الحمد لله بلد مميز، بلد مهيئ بشعبه وملك، ولكن هذا اللي نريد يحترموننا. نحن بلد الامان والاستقرار، نريد ان لا يؤذى احدا فوق الارض. اي البشر حتى الحيوان نحترمه، حتى الحيوان خلق الله من اجل العيش، لا نؤذيه، فلا نمس الشيء الذي كل انسان فيه روح يجب ان نحترمه. كل شيء فيه روح نحترمه ونحترم كل شيء، طبيعه كل حاجه نبنيها. نحن امه خير، امه صلاح، امه تريد هذا الكون خلق كما نقول المثال ديالنا البلاد بلاد الله والعباد عرنا نتعايش فيها جميعا. فاتمنى الرساله ربما وصلت. تفضلوا ولا ما نعرفش شي واحد يسكن دابا راني تعرف. استاذ سي عزيز بدر تبارك الله عليك، عزيز جنيف، استاذ بدر، استاذ كمال، استاذ ياسين، وسمحوا لنا في الكلام ديالنا، راك عارفون قد الحال وقد المعرفه المتواضعه ابن الشعب. والله الا لما الحباب عبد العزيز الا فرحتونا، عرفتي غير هاد اللمه اللي راكم مجموعين، اقسم بالله الا قبعه. وسميره لا انت لا سميره تبارك الله. كاملين قول لي سميره راه بعكاز، راه جايه بعكازه. شوف جايه بعكازه باش تعرف المغارب. هي عكازه جايه بالعكاز. واحد كيجيب العكاز باش تعرف الاعذار المغربي ما عندوش من الحق الوطنيه يجيب عكاز. ها هو شوف هاي والله الا بالعكاز مسكينه. هذه بزاف يومنا هذا، برافو عليكم. والله العظيم يعني والله نمثلكم جميعا. انا عارفه بان والله كلكم ما كرهتوش تكونوا. نعم. الله يحفظكم، الله يطول عمركم، واللي كاين فينا راه قدا، حنا كلنا واحد والوطن كلنا، وهذا هو اللي كاين. والله يحفظكم جميعا والله يرضي عليكم يا ربي، الله يحفظكم. والحمد لله المغرب كبير، تطاول على المغرب، يعني ما كاينش اللي يقدر يطاول على المغرب. المغرب بلد عظيم، بلد الاتحاد الاوروبي. راه المره اللي فاتت بلد انا عندك كتاب لذيذ عندك قلنا راه شويه كاين. يلا سي عزيز تحياتي لك، اطلع معنا في اللايف هذه العشيه، غادي ندخلوا معاك ونديروا ديبريفين شويه. معنا اخ بغى يقول كلمه. تحياتي خويا كمال، تحياتي ولد حمص ولد الجزيره. تحياتي العزيز كمال خويا كمال، الله يكبر به. سي عزيز بيدرو خويا ياسر، احسن شيفور في العالم. تحياتي خويا مبلبلينا خويا كمال. يا الجزيره نقول لهم مبلبلينا في مكانه. هذوك مساكن عاد جاو، هذوك عاد جاو من سباري وقال قال لي راه غنمشي خويا كمال. واش الريس على واحد السايري واش كيصور الريس عليه، ديك لحظه الكاميرا بقيت عليه عاش سيدنا عاش الملك. وي هو يجلق واحد القرعه فاس خطر ديره والله جريت على امه بالله. برافو ليكم. بقيت عليه عاش ما سبيتو ما والو، بقيت عليه عاش سيدنا عاش الملك ويفرض. درتي له البلباله ياك، قلتي لي بلبلتي. الله يعاونك اخويا كامل، الله يكبر بك. الله ينورك الله ينورك. كيكونوا ولاد البلاد. هاد العائله مساكن عاد وصلوا. لا الحاجه حنا الحاج لا كامل الحاج الشباب شويه كل شيء كضحك. بارك الله عليكم. هاجي الحاج هنايا، هاجي هنايا الوالده. شوف جا المغاربه. هاجي الحاج.
لا معليش انت الاولى. كل عام وانتم بخير. الله ينصر فيكم. الله يعاونكم. الله ينصر فيكم. بارك الله فيكم. شكرا. كنا جينا في فرنسا. الحاج كنتاش تبارك الله في كبر العمر، ولكن حبه غير على وطنه الا لبى الندوه، الا لبى النداء انه بشعار خير الله الوطن. شوف سبحان الله العظيم. بارك الله عليكم. 85 سنه 85 سنه ما كنسمعش هذا المغرب الحاج. المغرب تاروزان في المغرب الوطنيين بارك الله عليكم. دايما مع الملك ديالنا، ودايما مع الوطن ديالنا، ودايما مع المغاربه. ما شاء الله صوره معبره. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام الحاجة، تحياتنا لك. تحياتنا لكم. عاش الملك. والصحراء مغربية دائما مغربية، حب من حب وكره من كره. راه الصحراء مغربية من طنجة للقويرة، وتا واحد ما غيقول لنا الكونتخير. الحمد لله. الحمد لله حنا مغاربة كل شيء على كلمة وحدة، هو الله الوطن الملك. راه جايين من فرنسا، شفنا اللايف ديالهم، ومن اللايف شدينا السياره ديالنا وجينا. وصلنا يلا شويه، وصلنا مازال باقي شويه الحال، من الحمد لله تلاقينا مع خوتنا مغاربه وكل شيء. مرحبا بكم مره اخرى باش نقولوا لهاد الناس، لان المغرب عنده الوحده ديالو بوحدها. الخط الاحمر هو المغرب، اللي يهضر على المغرب بحال الله يهضر على كل شيء. 45 مليون نسمه، من الكبير للصغير. حتى واحد ما غيقول راه الصحراء ماشي مغربيه، كلنا كنقولوا الصحراء مغربيه. وسيدنا عنده كلمات ديالو مرفوعه على راسنا وعلى عينينا. كنحبوه حب الوطن، حب الوطن وحب الله الملك. السلام عليكم. بارك الله فيك الحاجة، بارك الله فيك، الله يطول عمرك. الله يطول في عمرك الحاج. المغربيه. وتحيه الشرطه، تحيه الشرطه بلجيكا. اخويا كمال، تحيه الشرطه. وياه غرو ميرسي فاس دائما جاب ديال الشرطه. ميرسي تاع بوليس دو بلجيكا، غرو ميرسي. شكرا ياسر، شكرا كمال، شكرا بيدرو، شكرا اخ عزيز. موعدنا مساء ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نطلعوا عندكم. باش تعرفوا اخوتي، باش تعرفوا هذه الوقفه هذه، هذا البرلمان الاوروبي. انا غادي ندير لكم هذا البرلمان الاوروبي اللي كيستضيف هذه المرتزقه وكيخرج في هذه القرارات الظالمه في حق بلادنا، في حق نهضروا على هذه الوقفه. الله يرضي عليكم هذه الوقفه القرار. نعم هذا البرلمان هذا راه غير، نعم راه لا يلزم، راه ما كيلزمش الامم المتحده باش بلا ما يبقاو يخرجوا بهذه القرارات ويبقاو يركبوا فيكم الرعب ولا شي حاجه. عندهم الحجه يجمعوا المعلومات، لكن منين كيتقدموا بطلب الامم المتحده خصهم يكون عندهم الادله. لذلك البرلمان الاوروبي هنايا دابا شفناه بيناتهم مضاربين، وفرنسا كتنتقد مع كلامها، وهذا الشيء كديروا فقط باش تركع المغرب. يعني كتبين بان المغرب واحد الدوله يعني ديكتاتوريه وما عندهاش حقوق الانسان، باش المغرب يولي يدير معهم علاقات على المجال الفلاحي ديالو. والمغرب راه كيف شفنا بدا ينسلخ من فرنسا وبدا كيقطع العلاقات ديالو مع اوروبا وكيبني الحلف ديالو الجديد كيدير علاقات. لذلك هما كيشوشوا على السياسه الملكيه ديالنا وما باغييناش نتنماو. لذلك هذا الشيء هذا ما يضركمش في نفوسكم. وخير دليل تضامن هاد المغاربه راه كيعطيهم واحد النظره بان القرار ديالهم ما كيهمنا ما والو، هما ملزومين مسؤولين على رايهم هما، ولكن حنايا دوله مستقله ما يتدخل حتى شي واحد في القرارات الملكيه ديالنا وفي القانون ديالنا. لذلك هادو هما الاوروبيين هدفهم هو التشويش على سمعه المغرب وتوسيخ سمعه المغرب، ولكن حنا لهم بالمرصاد. ليك الكلمه خويا ياسير ولا اسمعني انا راه كنتخالف معكم في هذه قضيه الاتحاد الاوروبي، واخا كنأيد المغاربه اللي مشاو وداروا اجتماع قدام تما لان يدل على مغربي. انا راه كنختلف معكم، الراي ديالي راه مخالف كيف ما حسبوها كيما بغيتوا. تقدروا تقولوا ماشي مغربي، تقدروا تقولوا اللي بغيتوا. لا ما قلتش ماشي مغربي. غير اسمعني، انا القضيه ديال ان المغرب القضاء هي تدخل في المثل المغربي اللي كيقول الداودي استنى الداودي ان شاء الله غيطلع كاس الداودي.
حلب. الاتحاد الاوروبي دار تنسيق مع المغرب، قال له راه حنا غادي نقولوا واحد جوج كلمات واش تصبر معنا. قال لهم المغرب يا ودي عين شافت قلب ما وجع، ولكن اشنو كاين تما؟ قالوا لي ودي راه فصل الشتاء خصنا نسخنوا اوروبا وخصنا ندوروا مع ولاد الاوروبيين والجاليه ديالك راه غتستافد. قال لهم المغرب سير على الله. دابا ما تعرفيش واخا انت واحد الشيخ داودي خوتي اللي كيعرفونا كيطلعوا معنا دائما خطوا عندنا شي المجال اللي ما عمر ما تعرفتوا عليهم كتعرفوا باش نكملوا بعضنا البعض. خليني نكمل ديال الاتحاد الاوروبي راه كيدينوا المغرب. حنا راه السلام عليكم ورحمه الله. خارجي. وعليكم السلام. داودي نقلعوا الكاميرا باش نحترموا الشخصيه ديالنا، باش نعرفوا المغاربه احترام. هاج احترام بالوجه مكشوف. مرحبا استاذ داودي من المانيا جاي. سي عبد العزيز تحيه. ما بغيتش نهضر لان ياسير مازال كيهضر، ما بغيناش نقطعوا السي ياسير الاستاذ الكبير ما شاء الله. تحيه زيد ان شاء الله باش تكونوا كاميرا على حراره سميتو. انا بغيت بارك الله انت اللي كتطلع استاذ. بارك الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عاد دابا عرفتك. تفضل تفضل استاذ ياسير تفضل كمل. بغينا نتم كيف يتم الضحك على دولة وعلى نظامها لأنها دولة غبية، لأنه نظام غبي. أن بجوج كلمات على المغرب وعلى القضاء المغربي تم استنزاف خيرات الجزائر عن بكرة أبيها. صبحنا لقينا أوروبا كلها كتسخن بالغاز والفائض يتم إعطاؤه عن طريق الشيكات إلى الشعب الأوروبي، والحمد لله اللي استفدوا المغاربة. إذا المغرب يحكمه رجل حكيم ورجل ذكي. لا بأس أنهم يقولوا القضاء المغربي وهذا قال لك اللي شتيه راكب على القصبة قول له مبروك الدهم. احنا ما عندناش مشكل، ولكن المشكل أنه ملي يكون الطابور على بوطاغاز في الجزائر وأوروبا كلها دافئة دفئا جميل برزق الجزائريين، راه هكا تم الضحك عليهم. ومن هنا ترفعوا القبعة للسي بوريطة تنقولوا له راك تم وتحياتنا لك لأنك تضرب ضربا مبرحا والصراخ يكون على قدر الضرب الذي تضرب. وتحية لكل المغاربة الذين استفادوا. رحنا واخا قالوا لنا عندكم القضاء ماشي هو هذاك ماشي مشكل، عاودوا قولوها عاوتاني وصيفطوا الشيكات عاوتاني. هذا من البرنامج. شوف والله يعطيك الصحة زوينة. سجل يا تاريخ سجل يا تاريخ. استاذ سيدريس في قلب الحدث البرلمان. شكون هذا هنايا شكون؟ كمال السياسي غير ارتاحوا، احنا قايمين بالمهمه ديالنا وما تخافوش وحنا دائما معكم قلبا وقالبا. تبارك الله استاذ سيوف. ما الصوره معبره. وهذوك الانفصاليين راه ما يربحوش والله ما يدوم لهم غير الوطن. كل انسان اللي كيخون الوطن ديالو فلا ثقه فيه. الخيانه العظمى هي خيانه الوطن. السي دريس عطي لدريس. انا نقول لك واحد الكلمه ممكن تسمعها السي دريس. تفضل انا كنسمعك دابا انا معك. قال لك البارح في بروكسل تجمع الحمق والبعطوط. هذا هو اللي كاين. اسمعني تجمع الحمق والبعطوط وتجمعوا 9 ربوط قدام البرلمان ريوس البلوط واقف القرب بالدارجه المغربيه. الله عليك ياسر الله عليك. الله يرضى عليك. نتجاوز الخلافات والصراعات في بيناتنا المغاربه. حنا الحمد لله المغرب عنده شعبه ملك وعنده شعبه الحمد لله. كتشوفوا اتوا من كل فج عميق. نحاول ان نعطي الصوره اللائقه للمغاربه كاينه ما بين وطنيتهم وحبهم الوطن ديالهم ولملكهم والتراب ديالهم. هذا ما جمعناش. خليو باش ما نكونوش داك نخليو ما هو ينفعنا ونشدوا ما هو فهمت يفرقنا. نحن الوحده الترابيه الدفاع الترافع بين اوطان وشعوب فهمت. نتمنى ان شاء الله كل انسان اللي ربما كتخونوا الذاكره وكيخونوا سميتو كيخونوا التعبير ديالو ربما اعاده النظر في الشكل ديالو ربما كيبغي يعبر باش يصلح ولكن ربما كيفسد اكثر ما يصلح. نحاولوا انسان انت راك مواطن اذا كنت مغربي السي عزيز تفضل. من يدعي الى الفتنه ويدعي الى قتل ابناء بلده لا تربيه ولا اصل له، ونحن من هذا المنبر نتبرأ منه ولا تجمعون معه لا دين ولا مله ولا وطن ولا اي شيء. ليس من كلمه القتل وليس من شيمنا الارهاب وليس من شيمنا التفرقه، وانما نحن المغاربه من شيمنا اننا اهل دين واهل عفه
ونحن نحمل شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسلم أخو المسلم، ومن يخرج بشعار سأقتل فلان وأقتل علان نحن براء منه إلى يوم الدين. نحن براء منهم إلى يوم الدين. الله يجعلها تشمل المجموع يا رب العالمين، والله يثبت الكلمة ديالنا ويوحد الكلمة ديالنا ويقوي الكلمة ديالنا ويجعل بلدنا بلدا آمنا. ومن أراد بنا خيرا فاللهم ارزقه خيرا في أهله وفي بيته وفي ماله وفي صحته وفي تجارته. ومن أراد بنا شرا لا نقول إلا اللهم ابعده عنا بعد السماوات عن الأرض. اللهم ادهيهم واللهم الهيهم عنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. تحياتي